هو انت متخيل ان الناس الناجحه عندها قوه اراده من حديد؟ انهم كل يوم بيصحوا ويقولوا لنفسهم انا النهارده هلتزم. بص، هو لو انت مصدق كده فده اكبر وهم انت ممكن تصدقه. الحقيقه ان الناس الناجحه مش بتعتمد على الاراده، هما بيعتمدوا على الانظمه. الاراده دي حاجه جميله جدا، بس هي زي بطاريه الموبايل بتخلص. كل قرار بتاخده في يومك وكل مره بتجبر نفسك تعمل حاجه البطاريه دي بتقل، وفي الاخر مش هيفضل لك اي طاقه. عشان كده لما توصل اخر اليوم الساعه 8 بالليل مثلا مش هتعرف تقاوم الاكل الزياده، مش هتعرف تفتح كتاب ولا حتى تروح الجيم. ليه؟ لان ببساطه البطاريه خلصت. بس الناس اللي فاهمه اللعبه صح مش بتستنزف ارادتها، بتعمل انظمه تخليهم يعملوا الصح بشكل اوتوماتيكي. مثلا لو انت عايز تقرا كل يوم ما تقولش انا هلتزم اني اقرا، حط الكتاب جنب السرير واول ما تصحى افتحه. مفيش قرارات ولا تفكير ولا حتى مجال للتسويف. لو عايز تاكل اكل صحي ما تملاش البيت اكل مضر من الاساس، فانت مش هتحتاج قوه اراده تقاوم اللي مش موجود. طب لو عايز تروح الجيم جهز الشنطه من بالليل وحطها جنب الباب، الصبح هتلاقي نفسك واخدها ورايح بدون تفكير. الانظمه بتكسب لكن الاراده في الغالب بتخسر. طب ازاي نعمل نظام مناسب لينا؟ اول حاجه اختار عاده واحده بس عايز تلتزم بيها، واحده بس مش 10. تاني حاجه اسال نفسك هو انا ايه اللي ممكن يمنعني، وحل الحواجز دي قبل ما تبدا. لو النوم المتاخر بيمنعك تصحى بدري يبقى لازم تنام بدري. لو الموبايل بيشغلك حطه بعيد عنك. لو مفيش اكل صحي جاهز الصبح جهزه من بالليل. تالت واهم نقطه اعمل بيئه حواليك تخدم هدفك. حط الحاجه اللي عايز تعملها في اقرب مكان ليك، والحاجه اللي مش عايز تعملها ابعدها عنك خالص. خلي البيئه حواليك تجبرك على النجاح. فخليني بقى اقول لك اهم حاجه، ما تحاربش نفسك كل يوم. اعمل نظام يكسبك المعركه دي بدل ما انت اللي تحاربها. ابدا بنظام واحد بس النهارده وانت هتشوف الفرق. وبس كده، طبتم وطبت ايامكم. سلام عليكم.